اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. بعد الفيديو اللي انا صورته عن الامريكان ستيك جالي شكاوى كتير ان الناس بتفتحها وما بتعرفش تقفلها، او اول ما بيفتحها بيلاقيها فتحت لوحدها، مثلا طلعها من الجراب كده فبتفتح لوحدها. هوريكم دلوقتي مثلا انا ميلتها كده فتحت لوحدها. طب المشكله دي تبقى ايه حلها؟ هنقولها معاكم النهارده. هنمسك الامريكان ستيك كده لتحت ونحاول نفتح ايه الكوبايه اللي تحت دي او الغطا اللي تحت. احنا بنفضل نلف كده، تطلع زي كوباية وفيها زي حرف يو، تمام، وهي كده مفتوحة. تمام، بمسك حرف اليو ده او حرف الفي ده، بقوم ايه سوري، بقوم ايه فتحه شوية لان اخر عقلة لما بتنزل هي بتتمسك من هنا، شايف المكان ده؟ هي بتمسكها، دي بتمسكها كده من جوه. فاما افتح دي شوية، اما افتح دي شوية هتمسكها، مش هتخليها تتفتح معاك وتفتح لوحدها. نقوم ايه ماسكينها كده بحرف زرادية مثلا، ونوسع دي سنة كده، نوسعها بالطريقة دي كده. تمام، خدت بالك وسعتها ازاي؟ بص بقى كده لما تمسك في اخر عقلة الصغيرة خالص بقت على قدها بالظبط. تمام، هنقفلها بقى دلوقتي وهوريكم ازاي مش هتفتح لوحدها تاني غير لما انت ايه تحدفها جامد. هنقفل بقى الغطا. تمام، انا كده قفلتها. بص كده اتقفل. هاجي افتحها بقى اهي، قلبتها ما بتفتحش. عشان تفتحها بقى لازم تنطر نطرة جامدة كده. خدت بالك؟ يبقى هي حلها لان حرف الفي اللي تحت ده، حرف الفي اللي تحت دوت بفتحه سنة كده، او حرف اليو مثلا نفتحه ايه سنة كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتب لي في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني، وشكرا.